دعنا نبدأ بداية من نقاط القوة، يعني سواء الأمريكيين أو الإيرانيين يدخلون هذه المفاوضات وكل يرتكز على نقاط قوة معينة. ما هي نقاط القوة يعني على الجانب الأمريكي ونقاط القوة أيضا على الجانب الإيراني؟ بداية خلينا نتكلم عن الجانب الإيراني. هو الورقة القوة الرئيسية التي يلعب بها دائما في الساعات أو الأيام الأخيرة هي ورقة مضيق هرمز. نعم. هذه الورقة التي تمثل بالنسبة للجانب الإيراني ورقة رابحة، لأنه يفرض أو يسعى لفرض سيادة إيرانية كاملة على هذا المضيق. وطبعا القانون الدولي وقانون البحار والملاحة مكفولة، وهناك يجب أن تكون هناك حرية لعملية المرور الآمن. يعني لن نتحدث عن التفاصيل القانونية والتفاصيل فالجميع يعلمها، لكن نقاط القوة الرئيسية أهم نقطة لدى الجانب الإيراني هي نقطة مضيق هرمز. النقطة الثانية التي يضغط ليتضمنها الاتفاق هي ورقة لبنان، أن يشمل لبنان. إيران تضغط لأن نحن دخلنا هنا في الطلبات. دعنا نركز بداية على نقاط القوة. إذن يبدو أن إيران لديها خليج هرمز أو مضيق هرمز عفوا. هو الورقة الرئيسية لديها التي تفاوض بقوة والكارت الرئيسي لديها. ماذا عن الولايات المتحدة؟ ما هي نقاط القوة لدى الولايات المتحدة في هذه المفاوضات؟ الولايات المتحدة يعني تلعب على عملية التهديد العسكري المستمر، ويعني محاولة رفض تخصيب اليورانيوم لدى الجانب الإيراني في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أن هناك موافقة مبدئية من الولايات المتحدة الأمريكية على عملية التخصيب، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي في اليوم الثاني من إعلان الهدنة الأسبوعية. نعم. فمضيق هرمز أمامه ضغط أمريكي على رفض التخصيب اليورانيوم. يعني يمكن هم دول أهم أو أقوى ورقة أمام ورقة أخرى، بالإضافة إلى للأسف الشديد الضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ب يعني اجتياح والتصعيد العسكري على لبنان. فهذا أمر في منتهى الخطورة. هو أحد الأوراق القوية التي تلعب بها الولايات المتحدة أو تضغط بها الولايات المتحدة بها على إيران، لأنها تعلم أن إيران كما ذكرت لسيادتك منذ قليل يعني تطلب أو تشترط في على الدخول في مفاوضات أو مباحثات إسلام آباد أن يتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار في لبنان. طيب. وهو فكرة توحيد الجبهات. نعم. طيب، تحدثنا عن نقاط القوة، دعنا نذهب لنقاط الضعف التي يمكن أن تشكل نقاط قوة للطرف الآخر، سواء بالنسبة للأمريكيين أو بالنسبة للإيرانيين. بالنسبة للإيرانيين عملية ضعف الاقتصاد الإيراني الذي يعني تكبد خسائر كبيرة للغاية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل هذه النقطة في الضغط ومزيد من الضغط على الجانب الإيراني. تلوح بأنها قد تسمح ب يعني ترك أو رفع أو تخفيض العقوبات التي المفروضة على الجانب الإيراني، متمثلة في الأرصدة التي تتجاوز 140 مليار دولار. الجمهورية الإسلامية يعني هذه النقطة من أهم نقاط الضعف لديها. الاقتصاد يواجه يعني مسألة خطيرة. الجانب الآخر نقطة الضعف لدى الجانب الأمريكي الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك يعني في الأيام الأخيرة يعني دعوات كثيرة لدى الرأي العام الأمريكي عن سبب دخول الولايات المتحدة هذه الحرب دون مبرر واضح، دون إعلان مسبق، دون يعني الشعب الأمريكي يرى أنه تورط في هذه الحرب لصالح إسرائيل. ويمكن هذا ما تلعب عليه أيضا إيران، وتتحدث عن وجود صراع أو عمليات عسكرية عليها غير مبررة.
لان كان في حديث او كان في مباحثات لتقريب وجهات النظر، ولكن فوجئت بضربات عسكريه وتصعيد عسكري من الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. وهذا الامر في منتهى الخطوره، لان بنيامين نتنياهو هو من سحب الولايات المتحده الامريكيه الى هذا الصراع العسكري. فهذه نقاط الضعف الرئيسيه لدى كل جانب، وكل طرف يلعب عليها.